بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل أو عمدة فأن الله عز وجل يقبل الأعمال بالنيات. ونحن في هذه الأيام المباركات، أيام الحج إلى بيت الله العتيق، فلينوي كل منا نية الحج إن استطعت وكانت معك المؤنة أن تنوي نية الحج إلى بيت الله العتيق. عسى الله عز وجل أن يكتب لك أجر حجا وعمرة إلى بيت الله عز وجل وإن لم تحج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.